بعد ما وهبت جسمها للفن خسرت كل حاجة، ولقيوها بتشحت وما بقتش لاقية تاكل بعد ما كان الزعيم عادل إمام هو السبب في شهرتها. أسرار وظهور جديد بعد أكتر من 16 سنة عن الفنانة مينيرفا، نجمة الإغراء والمشاهد الفاضحة في السينما المصرية. وسبب اختفائها، ناس بتقول لأ، اختفت من 29 سنة، لكن وجودها كان صدمة. أنا متأكدة إن ناس كتير هتتعاطف معاها، وناس تانية هيقولوا دي عقاب ربنا ليها، ما هي اللي عملته في حياتها ما كانش شوية. ما تيجوا نعرف إيه اللي حصل لها ونشوف الظهور الأخير ليها. فنانين كتير بصراحة اعتمدوا في بدايتهم على إن الإغراء وسيلة كبيرة للشهرة، لكن كان مصيرهم الاختفاء والفشل. الفنانة مينيرفا اختارت تحصر نفسها في الأدوار المثيرة، وكمان بتحب قوي تمثل الأدوار اللي ما بتخلاش أبدا من الأحضان والقبلات. الأدوار اللي جمعتها مع عادل إمام بالتحديد كانت سبب فشلها، وعملت ليها أزمة كبيرة في حياتها. مينيرفا ده اسم الشهرة، لكن اسمها الحقيقي منيرة خشبة. اتولدت سنة 1958، وكانت بدايتها في الرقص، ودخلت التمثيل بالصدفة في أواخر السبعينات لما شاركت في فيلم انقذوا هذه العائلة اللي اتعرض سنة 1979. بعدها شاركت في فيلم ليلة بكى فيها القمر مع الفنانة صباح، لكن الدور اللي شهرها وعمل ليها شعبية كبيرة جدا هو دور السكرتيرة في فيلم سلام يا صاحبي سنة 1984. كان بطولة عادل إمام وسعيد صالح وسوسن بدر. قدمت شخصية السكرتيرة اللي مستعدة تعمل أي حاجة مقابل الفلوس، فكانت بتغري الرجالة اللي شغالة معاهم عشان تقيم معهم علاقة، وبعدها بتغدر بيهم بالتعاون مع عادل إمام. شاركت بعدها في فيلم احترس من عصابة النساء مع الفنان سمير غانم سنة 1986، مع كمان مشاركة مع الفنانة إلهام شاهين. وكمان مثلت في فيلم عفوا زوجتي العزيزة مع وحيد سيف وأحمد راتب، واللي اتعرض سنة 1990. ورجعت تاني للزعيم وشاركت معاه في مسلسل مين فينا الحرامي. كانت أغلبها مشاهد ساخنة، بسبب جمالها وجرأتها بقت الاختيار الأول للمخرجين والمنتجين. لكن بس في تقضية المشاهد الجريئة، لدرجة إنهم كانوا بيستعينوا بيها في مشاهد الإغراء اللي نجمات كبيرة كانوا بيرفضوا إنهم يعملوها. بس هي كانت بتقبل على طول لأنها معتقدة إن البدايات بتكون كده، لكن ده كان بداية اللعنة ليها. ورغم كل ده ما خدتش حظها في الأدوار الكبيرة، وكان أغلبها يعني أدوار تانية وتالتة وكومبارس. قدمت كمان أدوار في المسرح، شاركت في مسرحية منقذ العالم سنة 1983. محدش يقدر ينكر إنها فعلا نجحت في الأدوار الجريئة والمثيرة والفاضحة، لكنها ما نفعتهاش أبدا في تحقيق الشهرة الكبيرة. وكمان مش أهلتها إنها تاخد دور بطولة، فقررت إنها تبعد عن الفن خالص، وده لأنها تعبت من حصر المخرجين ليها في أدوار الإغراء، وكانت عايزة التنوع وإنها تقدم أدوار مختلفة عن اللي الجمهور اتعود يشوفها فيها. فكانت بترفض أدوار إغراء كتيرة قوي. في الوقت ده حست مينيرفا إن مستقبلها الفني في خطر، فقررت تبعد عن الأضواء واختفت خالص من سنة 1994، وده بعد فيلمها مع الفنانة فيفي عبده. وبعدها اتقطعت أخبارها بالصحافة والإعلام. لحد دلوقتي في ناس نشرت ليها صور وقالوا إنها بجد اتغيرت تماما، وبقت مش لاقية تاكل، وإن وضعها بقى مأساوي، وسنها بقى كبير وعجوزة جدا جدا. على الرغم ان ناس كتير قالوا انها اتجوزت من رجل اعمال، وكمان خلفت منه وكمان هجرت معاه للولايات المتحدة الامريكية. وناس كتير ما تعرفش انها اخت الراقصة المصرية حنان. بس الظهور الاخير ليها ناس قالوا احتمال قوي يكون دي واحدة شبهها، او تشابه في الاسماء او حتى في الشكل، لكن هي محدش عارف اذا كانت لسه على قيد الحياة او توفت.